مساء الجمال، ايا كان بتسمعوني في انهي وقت. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي العزيزة الموت شماوي. طيب تعالوا بقى نكمل بقية قصتنا كانت بتقول ايه؟ ان صاحبتنا دي كانت معاها بنت عسولة كيوتة رقيقة ملاك طاهر من السما. عندها اول ما اتجوزت كده صاحبتي دي كان عندها بنوتة عندها 5 سنين. قبل ما تختار شريك حياتها اختارها هو ودخل قلبها ان هيكون اب لبنتها ويكون حبيبها وروحها وعقلها، وده اللي حصل واتجوزوا. عايزه اقول لكم هو مش وراها النجوم في عز الليل، لا ده وراها الليل نفسه، الليل والنهار وكل حاجه. حبها في الاول، حبته وكان حب حقيقي. اصل صاحبتي دي عندها زي ما قلت لكم يا جماعه، عندها قمه الاخلاص دي عاليه جدا. حبته وحاولت تعيش وتكمل، واول خناقه ليهم اداها الطرشه وقال لها يا فاشله يا مطلقه، يا ريتني كنت خدت واحده بنت بنوت. وهي بتحكي لي اتصدمت صدمه عمري، ازاي يقول لك حاجه زي كده. عايزه اقول لكم اني عشان ما اخربش عليها قلت لها طيب يمكن هو اتضايق، يمكن هو مفيش مبرر ان انت تحب واحده او تحب حد وتسيء ليه الاساءه دي. سكتت واستحملت وللاسف مشيت ورا كلامي. وتاني خناقه بدأ بمد الايد. قالت له ايه ده؟ هو ده اللي قلت لي عليه؟ هو ده اللي قلت لي انا هعوضك عن كل اللي فات؟ هو ده اللي قلت لي انا بحبك ومش هقدر اعمل اي حاجه تاذيكي؟ قال لها وايه يعني؟ وايه المشكله؟ ما كل الرجاله بتضرب وانت اللي قللت الادب وصوتك عالي. نسيتي ولا ايه؟ افكرك، ده كله بيقول عليكي كده ان انت عصبيه وصوتك عالي. يا فاشله يا مطلقه. سكتت وشالت في نفسها، وكانت كل يوم بتكلمني، ولولا ما هي واثقه فيا وواثقه ان انا اكتر واحده بحبها وبخاف عليها، كنت دايما بديها الدعم والقوه مني ليها، عشان اقول لها انتي ست الكون وست البنات. وكنت دايما اقول لها بيحبك، استحملي وعيشي. لحد ما جه في مره فرحة عمرها بانها حامل، مع العلم ان كل اللي حواليها قالوا لها اوعي تغلطي الغلطه للمره التانيه. نسيت اقول لكم ان صاحبتي دي عندها قيمه الابناء عاليه جدا وبتحب الاطفال قوي. وبعدين حملت، بس كان في وقت للاسف ما ينفعش انها تفرح فيه. عارفين ليه؟ عشان الاستاذ الذكر كان مادد ايده عليها وكان خانقها من رقبتها. على فكرة صاحبتي دي أنا خدت الإذن منها إن أنا أتكلم عشان تكون قصة وعبرة للكل، بإن يا أستاذة يا جميلة يا مطلقة يا قوية، مش أي حد يدخل بابك ويقولك بحبك تجري ورا الكلام. أنا واثقة وعارفة إن العواطف لابد منها، وإن أنتي محتاجة دعم ومحتاجة حب عاطفي واحتياجك محتاج كتير جدا ومحتاج كلام حلو، بس القرار ده مهم جدا. تعالوا نكمل. كان ضاربها بالقلم للأسف، ما صاحبتي ما بتسكتش، راحت برضو اتخانقت معاه وشدت فيه. وعايزه اقول لكم ان مهما كان الست زقت ولا ضربت، هي مش مجنونه منها لنفسها، لا دي واحده مكرمه، ربنا مكرمها، ما بتقبلش على نفسها الاهانه. صاحبتي دي كانت كل حاجه عندها بعد ربنا هي كرامتها. عدى الموضوع والاستاذ بقى عامل زي الفار وبقى يطبطب ويحنن وانا اسف ومش هتحصل تاني ومش هتتكرر. صاحبتي من غبائها ما قالتليش غير في الاخر خالص، ما قالتش لحد عن اول قلم اخدته، ولا قالت لي عن اول جرة جرتها في الارض وهي حامل منه. للاسف جت صاحبتي في يوم من الايام زعلانه وعلى اخرها، مالك في ايه؟ مفيش، انا كويسه. مالك في ايه؟ انا كويسه. الاستاذ بيعايرها كل شويه ان هي فاشله ومطلقه، والاستاذ ده اصلا ما يعرفش ان هي ما كانش في بالها خالص الارتباط والجواز، وان هو اللي دق على بابها وخطف قلبها.
وان هو اللي كان مصمم وحاططها هدف قدامه ان هي ليه وهو ليها، وكان بيفضل كل شوية مش يتحايل عليها، ده شوية وهيبوس على ايديها انها تبقى معاه. وللأسف كتير قوي ان الواحد لما بيبقى معاه نعم ما بيحسش بيها غير لما بتروح منه. بعدين بعد الضرب أصبحنا في مرحلة تاني، مرحلة الخيانة. صاحبتي اكتشفت إن جوزها قرة عينها أو عينيها الأستاذ بيخونها. تسكت، قعدت تقول يا ربي هو أنا اتطلقت عشان أتجوز، عشان أشوف، عشان أجرب، عشان أحس، هو في إيه؟ هو أتاري الغلط كان من صاحبتي على فكرة، وأنا قلت لها إن الغلط منك، ولكن هي ما سمعتش كلامي، جذبت ليها الأشخاص الغلط للمرة